السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. ازيكم يا احلى واجمل بناليات؟ يا رب دايما تكونوا بالف صحه وبالف خير. بامر الرحمن النهارده هنعمل شويه سابليه زي العسل من كيلو دقيق وبيضه وشويه زبده كده حلوين. هنعمل 3 كيلو سابليه، حاجه كده فخمه وقيمه وطعمها في منتهى الجمال. انا جايالك من قلب الحدث، يعني بعد ما دقت بديكي الريفيو بتاعي انا على الحاجه بعد ما دقتها. تعالي نشوف النهاردة وصفة سابليه 10/10 فوق الممتازة. تجربيها وبألف هنا عليكي وعلى العملاء بأمر الرحمن. يلا نقول بسم الله ونبتدي. قبل بس ما نبتدي الفيديو، لايك وشير علشان يوصلك كل جديد، ولو لسه مشتركة جديدة معايا فعلي زر الجرس عشان أول ما ينزل فيديو تبقي من أول الناس اللي شافته. يلا نقول بسم الله ونبتدي على طول مع بعض. انا معايا هنا كيلو دقيق، طبعا انا بستخدم دقيق الضحى زي ما انتي عارفة. كمان معايا 660 جرام من الزبدة الساقعة لكن مش المتلجة، يعني دخلت التلاجة لمدة ساعة ساعتين، تمسكت شوية وطلعتها بقى عشان اشتغل بيها. كمان معايا بيضة واحدة بس بدرجة حرارة الغرفة، تبقى بيضة يعني وزنها كبير شوية. بالنسبة لنقطة البيض حابة أقولك إنك ممكن تشيلي البيض من الوصفة أصلا، السبيل الأصلي بدون بيض، لكن أنا بحب أضيف له بيضة لأنها بتظبط الطعم معايا وبيبقى مش ناشف. السابليه اللي بدون بيض بيبقى ناشف شوية. كمان معايا 2 مغلف من الفانيليا و330 جرام من السكر البودرة المطحون المنخول. تعالي بقى نشوف كل التكات مع بعض. أول حاجة هنزل معايا الزبدة، كمان هنزل عليها السكر وهبتدي في مرحلة الضرب بالكف. طبعا بضرب كويس قوي قوي قوي. لو هتلاحظي هتلاقي الزبدة ستيل يعني ماسكة نفسها شوية لأن الزبدة قلتلك كانت ساقعة. هبتدي انزل كل شويه الحواف اللي بتبقى معايا على حافه العجان لغايه لما الزبده تفور معايا ولونها يفتح شويه. هبتدي بعد كده انزل البيضه واضرب فيها كويس جدا 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 لغايه لما البيضه تختفي تماما. وكمان هنزل الحواف اللي على العجان علشان اضرب البيض مع الزبده مع السكر كويس قوي. يعني ما تتسرعيش في المرحله دي، بتاخد مثلا من 7 ل8 دقايق. هبتدي بقى دلوقتي انزل معايا كيلو الدقيق كامل، هضربه لغايه بس يا دوب ما يختفي الدقيق معايا، يعني البسكوتات والسابليه والحاجات دي مش بتتعجن، يا دوب بس الدقيق يختفي كده في العجين خلاص بقفل وباخد العجينه بره بقى بلمها. بقسم العجينه عندي مثلا 3 4 اجزاء كده، بدخل 3 اجزاء للتلاجة وبشتغل في الجزء اللي معايا عشان خاطر الزبده تشد في التلاجة. هبتدي افردها بين المفرش السيليكون وبين كيس بلاستيك، والافضل لو بين كيسين بلاستيك كمان. معايا بقى شويه قطاعات حلوه كده اللي هي قطاعات السبليل الموجوده والمتوفره في اي محل من محلات المستلزمات. وطبعا القطاعات بتبقى ستانلس وده افضل في القطع عشان تديكي قطع نظيف زي ما انت شايفه كده. بالنسبه للسمك بتاع العجين، السمك بتاع العجين بيبقى رفيع مش تخين، يعني يا دوب اخرك فيه نص سنتي. هبتدي بقى اقطع كده بالقطاعه وبعدين هشيلها بمنتهى السهوله. لما ارفع بس كده المفرش السيليكون وابتدي اشيلها كده بمنتهى السهوله. طب لو ما عندكيش مفرش سيليكون يبقى اسهل حاجه انك تفرديها بين كيسين بلاستيك. بالعكس كمان الفرده بين كيسين بلاستيك بتخليها سهله قوي قوي وانتي بتشيلي العجين. هنا حابه اوريكي الفرد بين الكيسين بتوع البلاستيك. هبدا اقطع اشكال تانية ومختلفة، يعني نوعي في الأشكال براحتك خالص. طبعا ما شاء الله بتطلع بمنتهى السهولة. لما بخلص قطعة العجين دي ما برجعش أعجنها تاني، لا باخدها لمها أدخلها التلاجة وأطلع قطعة تانية من اللي كانت في التلاجة وافردها عشان خاطر الزبدة ما تتأثرش بدرجة حرارة إيدي. بعد ما خلصت الكمية كده، ودي كانت نص الكمية بس، كان لسه النص التاني في التلاجة، هبدأ بقى أدخلها الفرن على درجة حرارة بدخلها. لو انتي فرنك عالي هتدخليها على درجة 160، بتقعد حوالي 10 12 دقيقة. إنما لو انتي فرنك هادي بتدخليها على درجة حرارة 180، بتقعد برضو من 10 ل 12 دقيقة. ما بنشغلش عليها الشواية من فوق، بتستوي من تحت بس وبتاخد لون بسرعة، فلازم تبقي مركزة مع الفرن. تعالي بقى اوريكي شوية قطاعات تانية برضو كنت جايباهم وكانوا حلوين قوي وصغيرين وكيوت جدا. كان اشكالهم كمان مختلفة. في بقى القطاعات اللي هي بأحجامها عشان خاطر تعملي قطعة كبيرة وتاخدي في النص شريحة صغيرة، دي اللي بنحط فيها المربى، فبحيث تعملي اشكال مختلفة. حبيت برضو اوريكي شكل القطاعات دي.
هنا مثلا هستخدم القطاعة الكبيرة دي عشان خاطر اعمل الشكل البيضاوي ده، وهاخد واحدة من الصغيرين برضو اللي على شكل بيضاوي، اشيل الايه المنتصف، عشان ده هعمل واحدة بالغطا بتاعها، وفي النص هحشي مربى فيبقى شكلها لطيف. وهتشوفي شكلها بأمر الرحمن دلوقتي. طبعا بتطلع ما شاء الله زي الفل، خاصة ان انا قلت لك مقسمة العجين ومدخلة شوية منه التلاجة عشان خاطر يبقى متماسك معايا. هنا بقى الطارت برضو بتجيبيه برضو من محلات المستلزمات، متوفر ورخيص، مش غالي ولا حاجة. بتاخدي قطعة كده صغيرة، بتبقي مقسماهم قطع صغيرة وبتحطيها في الطرت، وبصباعك كده بتظبطيها وتشيلي الأطراف، تطلع معاكي ممتازة جدا. لابد تشيلي الأطراف علشان ما تمسكش على الطرت من فوق، ولما تيجي تخرجيها من الفرن تلاقيها ماسكة في الاستانلس مش بتطلع منه. بالنسبة للطرت لازم نخرمه كويس بستيك بتاعة شيش عشان خاطر الطرت ما يعلاش معاكي في الفرن. يعني لابد ان انت تخرميه كده علشان يفضل محافظ على الشكل المجوف ده، وبالتالي تعرفي تحشيه. دول بقى اللي بيتحشوا معانا بالجناش وبالنوتيلا وبمربى الحليب، باي نوع حشوات انت عايزاه. انا بعمل تسويتين، تسويه تبقى هاديه شويه كده يعني مش محمصه قوي، وبعمل تسويه تانية تبقى حامصه شويه عشان خاطر تبقى مقرمشه وتقعد معايا فتره طويله. طبعا على حسب ما بتحبي التسويه، سوي زي ما انت عايزه. معايا هنا 250 جرام من الصوصات، انا مشكله نوتيلا على لوتس على كراميل اللي هو مربى الحليب. هبتدي بقى الزق كل اتنين في بعض. انا بحب الزق قوي بالنوتيلا، بتدي تقريبا يعني افضل طعم جربته كان بالنوتيلا، ومش بتخليها ترطب. طبعا بنشتغل بالنوتيلا سك من غير ما نضيف اي زيت عشان خاطر تبقى متماسكه ومتفضلش تتزحلق معاكي كل شويه. هبدا الزق بقى كل الكميه كده. وهنا بقى حابه اوريكي التكنيك بتاع التزيين ده، برضو سهل قوي. بتجيبي شويه كده من مربى الحليب او من النوتيلا او من اي صوص انت بتستخدميه، وهتبداي ان انت تحطي في النص، بس هتكبري ايدك شويه علشان خاطر لما نلزق الاتنين على بعض يلزقوا كويس. لانك لو حطيتي في النص بس هتلاقي الجوانب بتاعه البسكوته اللي هتحط من فوق مش هتلزق كويس، فالنقطه دي ناخد بالنا منها. خلاص شكلت شويه كده بالنوتيلا ومربى الحليب واللوتس، بس مش هلزق دلوقتي غير لما ازين النص اللي من فوق الاول. اما بقى بالنسبه لشويه الجارنش اللي احنا هنزين بيهم السابليه بتاعنا، اي مولد عندك سيليكون فيه اشكال حلوه وتكون صغننه تمام، تبداي بقى تسيحي كده شويه من الشوكولاته وتبداي ان انت تفرديهم على المولد اللي عندك. الشوكولاته اللي عندي هتلاحظي ان فيها شويه كتل كده، الكتل دي عشان خاطر انا كنت جرشه فيها مكسرات، يعني عشان خاطر الافتراء يبقى اكسترا يعني. بس ايه بشيلهم كده كويس وبشيل الزوايد، ببدا ادخل الفريزر. اي مولد عندك بقى، مولد ورد، مولد براويز، مولد قلوب وحاجات صغننه، كل المولدات دي هتشتغل معانا. ورقه شجر، فرع، اي حاجه، كل الحاجات دي تشتغل معانا كويس قوي. وهنزين بيها الصابليه بعد ما نديها كده رشه من الدست حلوه. طبعا دخلتهم التلاجة بيقعدوا ما فيش 10 دقايق وبيطلع معايا الشكل حلو قوي كده. خدت شويه صغيره من الدست النحاسي، حسيت شكله احلى من الذهبي، وابتديت ان انا اوزع كده شويه من الدست على الورود وعلى الاشكال اللي معايا. طبعا بتدي لمعه لطيفه وشكل حلو قوي، بيبان فيها التفاصيل عشان خاطر لما نبتدي نزين السابليه بتاعنا يبقى شكله تحفه. نيجي هنا بقى لمرحله ان احنا نغطس السابليه في الشوكولاته. طبعا بالنسبه للمقادير، المقدار ده اللي هو الكيلو اخد معايا 700 جرام من الشوكولاته. تقدري تضيفي زيت او ما تضيفيش زيت براحتك. لو احنا في الصيف ما تضيفيش زيت، لو احنا في الشتاء ممكن تضيفي زيت حبه صغيره بس عشان خاطر يفضل سايل معاكي. ولو هتلاحظي انا حطاها على حمام الميه، الحله اللي فيها حمام الميه ما شلتوش من تحتها عشان يفضل ستيل طري معايا. على طول ببدأ أزين بالأشكال اللي عملتها وهو لسه طري عشان خاطر تلزق في الحاجات دي. وكمان هنا حطيت شوية كده من زر الورد، ده مش ورد محمدي، وجبت شوية كده صوص رايح جاي رايح جاي من نفس اللون بتاع الصوص، وابتديت ان انا ازين بيه شوية بقى من اللوز، شوية من البندق زي ما تحبي، شوية بقى من البراويز المكسرة اللي انا عملتها دي برضو بحطها عليها بتدي شكل حلو قوي. نيجي بقى لشوية التورتات، انا حشيت بنوتيلا وحشيت بمربى حليب، تقدري تحشي باي صوص انت بتحبيه. ما حطيتش هنا مثلا تغليفه كده من الشوكولاته من تحت، لان النوتيلا كده كده مش هتطريها، لان النوتيلا مش
متضاف لها اي زيت. الحاجه دي كمان مش للبيع يعني، فمش خايفه عليها انها هتطرى ولا حاجه. وابتديت برضو ازينها بنفس الاشكال اللي عملناها، شويه من المكسرات، شويه من الشوكولاته كريسبي، شويه من الاشكال المذهبه. وجبت بقى شويه القواعد العسل قوي دول بتوع التورتات صغننين شكلهم تحفه. وكانوا رخاص على فكره، ما كانوش غاليين، بس بيدوا للتارت شكل في منتهى الجمال كده، بيبقى إليجانت في نفسه وحلو قوي قوي في العلبه، يعني بيخطف العين كده باللون الذهبي بتاع القعده ده. حبيت ادلعهم يعني. نيجي بقى للاشكال التانية اللي احنا عملناهم، اللي هي القعده بالغطا بتاعها. الغطا بتاعها ده انا بنزله كده بياخد نص في الشوكولاته. حبيت اعمل شويه شوكولاتات بيضه يعني عشان نكسر اللون الاسود شويه. وجبت شويه من الحليات اللي احنا عملناها في المولد، وبرضه لزقتهم والشوكولاته ستيل طريه عشان تديني الشكل القمر ده. انا كده خلصت بأمر الرحمن فيديو النهاردة. عملنا من كيلو سابليه وزن 3 كيلو سابليه فاخر بعد الشوكولاتة على الميزان كده قبل البيع. عمل معايا 3 كيلو صافي، 3 كيلو إلا 50 جرام، يعني حاجة ما تتذكرش يعني. ما شاء الله شكلهم في منتهى الجمال، تحفة قوي. هسيب لك تحت في صندوق الوصف المقادير بالجرام وبالتسعير كمان بالثلاث جودات: الجودة العادية، الجودة النيوزيلندي، وكمان الجودة الفلاحي بالزبدة الفلاحي. بأمر الرحمن بأمر الرحمن جربي الوصفة وعلى ضمانتي، في منتهى الجمال، تحفة جدا. بالتوفيق يا رب ليكوا دايما يا أحلى فانيليات. ما تنسوش أبدا تدعوا لإخواتكم، وما تنسونيش كده بدعوة حلوة معاكم. ربنا يفرج كربتنا جميعا، اللهم آمين يا رب، تقبل منا. إن شاء الرحمن الفيديو ده هو آخر فيديو عندي في نواعم العيد للسنة دي. كل سنة وانتم طيبين عشان نلحق العشر الأواخر ويتعاد عليكم دايما بالخير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.